وكلنا شخص معين لتصوير القتلى وتصوير الجرحى وإرسالها مباشرة على موقع الثورة، إنه نصور ومباشرة يبعثها على الفيسبوك. المهم طلب أنس إنه نجتمع أنا وياه وأحمد عودة بالشام. المهم إجا أحمد عودة واجتمعنا بالشام. المهم اجتمعنا أنا وأحمد عودة وأنس كنج ومحمد السخني. اسمي محمد أحمد السخني، تولد عام 1986. فأنا أخذت بعض القناصات منه وأخذت بعض الروسيات منه واتجهت مباشرة لموقع المسيرة. قال لي أنا مجهز خلية للتدريب بدربكم على السلاح، وقامت هي الخلية بتدريبنا على القناصة. أنا كنت بجهلها بس هي سهلة التعامل كتير، يعني بجهل اسمها بس هي سهلة التعامل كتير. وعطانا قناصات وعطانا بعض الأسلحة بنعرف نستعملها وبعض الأسلحة ما بنعرف نستعملها، وعلمنا عليها ودربنا عليها. شكلت خلية مؤلفة من 2: بدر حاتم القلم ومحمد أحمد السخني، وأنا بترأسها طبعا تحت اسم الثورة السورية اللي بدها تنقل وضع البلد من سيء إلى أفضل. وكنت على طول أقول لحالي لازم بلغ دوريات الأمن، لكن دوريات الأمن كانت أسرع مني.